في ناس عدوا في حياتنا سابوا علامة، ممكن تبقى كلمة أو موقف أو حتى فكرة. وفي برنامج شخصية مؤثرة مع مروة بنتعرف على شخصيات قديمة وجديدة أثروا في حياتنا. حلقتنا النهاردة عن إذاعة حبشي. في فترة العشرينات ما كانش فيه إذاعات مصرية، كان فيه محطة بتتبع الاحتلال البريطاني وطبعا بتخدم مصالحهم. حبشي شاب مصري سافر إنجلترا سنة 1920 ودرس الهندسة اللاسلكية لمدة 5 سنين، ورجع مصر سنة 1927 وفكر في إنشاء أول إذاعة أهلية مصرية. ولأن تكلفة إنشاء إذاعة كبير لجأ للخردة في وكالة البلح، ومن مخلفات محطة إذاعة بريطانية صنع معدات إذاعته، وبدأ بث الإذاعة من شقة صاحبه إلياس شقار في شبرا. البث بدأ باشتراك نص ريال للجمهور، وده في مقابل إن المشترك بيطلب عايز يسمع إيه، وده في جواب موقع برقم اشتراكه في الإذاعة. تقدر تقول ما يطلبه المستمعون. وبعد مدة اتنقلت الإذاعة لشارع الجيش في ميدان القبة، وحصل خلاف بين حبشي وإلياس وانفصل الشريكين، واستبدل حبشي إلياس بأحمد فريد الرفاعي وإسماعيل وهبي، واتنقلت المحطة لمقرها الأخير في منزل الرفاعي في حدائق القبة. قدمت إذاعة حبشي نخبة من ألمع النجوم زي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان، وكمان بديعة مصابني وفريد الأطرش وغيرهم من الفنانين. وكانت بتبدأ الساعة 7 الصبح بتلاوة من آيات القرآن الكريم، بعدها مباشرة نشرة الأخبار. جرجس حبشي مثال لشاب طموح كان له حلم وحققه رغم الصعوبات والتحديات اللي قابلها. لو عجبتك قصته شارك الفيديو وتابعنا عشان تشوف قصص تانية عن شخصيات مؤثرة مع مروة صالح.